السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل جيش المملكة. اصحى يا غو ومتع نظرك وقول بسم الله ما شاء الله. اليوم جايب لكم 5 حتت دجاج حجازي، عمر 2.5 و3 شهور يا جماعة. ما شاء الله مستواهم جميل جدا والوانهم حلوة جدا واحجامهم سوبر جامبو يا غاوي ما شاء الله. 5 حتت من العيار التقيل. الدجاج الحجازي يا جماعة هو أكتر طير عليه طلب في السوق المصري وفي الوطن العربي. تقدر تجيب حتة زي دول، الحتة من دول حاليا سعرها 1000 جنيه، 1200، 900 جنيه، 1500 جنيه. كل ده أسعار السن اللي قدامك ده على حسب مستواه بقى، ما هي مستويات. المهم حتة زي دي ب1000 جنيه، لما هتشتغل هتبقى ب2500 اقل شيء. ده لو فرخه، دي لو ايه، لو فرخه. طب لو ديك ب3500 جنيه. طب خلينا انا اخدت ال5 حتت دول، طلعوا ديكين و3 فرخات. تعالوا نحسبها كده مع بعض. ال3 فرخات ها، كل فرخه ب2000 جنيه على الاقل، ادي 6000 جنيه. حلو. طيب وعندنا الديكين كل ديك ب 3500 جنيه، ادي 7000. طب 7000، 7 و6 كام؟ 13000 جنيه. يعني معايا ال5 حتت دول يعملوا 13000 جنيه او 14000 جنيه لما يشتغلوا. هم الوقت سعرهم كام؟ 5000 جنيه، 5500 جنيه. انت وشطارتك بقى في البيع والشراء. طيب لو انا بقى شغلت الحاجات دي، لو انا عندي ال5 حتت دول، ال3 فرخات كل فرخه هوب نتعت 10 بيضات، تمام، وبقى عندي 10 كتاكيت من كل فرخه، عندي 30 كتكوت. ال30 كتكوت نضرب كل كتكوت في 400 جنيه. احسبوها انتوا بقى عشان اشغلكم معايا كده. احسبوا انتوا بقى ال30 في 400 كده بكام؟ ب40000 باين ولا ايه؟ تاني فاشل في الحساب. المهم احسبوها انتوا بقى، فاهمني؟ فما شاء الله الحجازي يا جماعة حاجة جميلة جدا. الدجاج الحجازي كويس جدا في البيع والشراء وطائر عليه طلب. انصحكم يعني تربوا الدجاج الحجازي وتجيبوا الدجاج الحجازي، ومستويات حلوة والوان حلوة. وعايزكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. يا جيش المملكة، الناس اللي بتحب تسمع فيديوهات اسلام مملكة الطيور، لايك وتعليق حلو كده، وعرفني انت متابعني منين عشان اروق عليكم. فانا حبيت افرجكم الحاجه ديت واشارك معاكم الحاجه دي. انا كل يوم بعمل فيديو لكم جديد بنتكلم عن مواصفات الدجاج واسعار الدجاج. واللي وراهم دول يا جماعه اسرتين دجاج بلغاري. اللي ورا الحجازي اللي قدامكم، ال5 تحف اللي قدامكم دول وراهم اسرتين بلغاري. برضو الدجاج البلغاري ده من السلالات الكويسه جدا وثنائيه الغرض لانتاج اللحم وانتاج غزير في البيض، وخصوصا اللحم يعني. فما شاء الله عليهم. برضو البلغاري دول يا جماعه متوفرين. عايز اقول لكم ان ال5 حتت فراخ قدامكم دول فيهم حته فلجه. المنقار افلج. يعني ايه افلج؟ يعني في عوجه في المنقار يا جماعه، لان ناس كتيره بتسال في الحته دي. في عوجه في المنقار في حته فيهم، دي اسمها فلجه بكلام الغواه، اسمها فلجه في المنقار. ولكن هي اللي قدامكم ايه في اول الكاميرا اهو، اكبرهم واحسنهم واجملهم كمان. فما شاء الله. لو في استفسار في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وبرجاء تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. واسيبكم بقى تستمتعوا كده بيهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.